هو الاثيوبي صلاح الدين سعيدو بتاع الاهلي فين دلوقتي؟ في سنه 2014 الاهلي كان محتاج مهاجم، لما شاف السوق المحلي لقى لاعب اسمه صلاح الدين سعيدو، مهاجم اثيوبي بيلعب في دجله ومتالق جدا وبيقدم ارقام جيده. وفعلا الاهلي تعاقد مع اللاعب، وبعد انضمامه ما قدمش مستوى كبير. 18 مباراة مع الأهلي، سجل 4 أهداف وصنع هدفين، ولكنه ما كانش المهاجم اللي يليق بالنادي الأهلي، وكان فعلا مستواه ضعيف جدا. هو موسم واحد مع الأهلي ورحل بعد كده، انتقل لتجربة فاشلة جدا مع مولودية الجزائر، وبعدها خدها من قصرها، قال لك أنا أرجع بلدي لا تقول لي احتراف ولا نيلة. وفعلا رجع الدوري الأثيوبي مرة تانية، وطبيعي جدا إنه كان ينتقل لأفضل نادي هناك، نادي سان جورج. وهنا صلاح الدين سعيدو قدم مستوى هايل، لأنه قدر يسجل 4 أهداف في 8 مباريات في دوري أبطال، فدي حاجة ما كانتش عادية. وبعدها انتقل لنادي برضه في الدوري الأثيوبي اسمه ديما أبا جيفار، ثم النادي سيداما بونا، واعتزل في 2023. قول لي الحلقة اللي جاية نتكلم عن مين من سلسلة حلقات هو فين دلوقتي؟